دكتورة نفسية واتولدت في بقها معلقة ذهب، ومن عيلة محافظة، وأبوها كان منعها من اللبس المكشوف، وجوزها بيغير عليها من الهوا طاير، ومهما تكبر أهلها شايفينها صغير لسبب غريب، ومتجوزة بقالها 4 سنين ومحدش سمع عن بيتها حاجة وحشة، وعندت أهلها ودخلت التمثيل من وراهم، وخسرت لقب أجمل وجه في العالم علشان مايو. الكلام هنا عن الفنانة هاجر أحمد. يا ترى إيه أسرار حياتها؟ وتفتكروا هي أم حنينة ولا شديدة؟ وإيه حكاية وعدها لجوزها اللي عمل ضجة؟ كل ده وأكتر هتعرفوه معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر. الفنانة هاجر أحمد من الفنانات اللي محافظين جدا على بيتهم وعيلتهم، وعمرها ما طلعت اتكلمت عن سر من أسرار بيتها أو قالت الحقوني حصل بيني وبين جوزي خناقة زي ما بنشوف مع بعض الفنانات، إنما دي ما طلعتش تقول غير الحلوة عن حياتها، يعني مثلا ولدت أو في خروجة مع جوزها بتحتفل بعيد ميلاد حد كده، يعني الحاجات الحلوة وبس. ووعد جوزها إن قلبها هيفضل ليه هو طول العمر لأنه بيحبها ومعيشها ملكة وبيغير عليها من الهوا طاير، وكمان أم حنينة جدا على أولادها ودايما بتنشر صور ليها معاهم وهي بتفسحهم وبتهتم بيهم، وفضلتهم على شغلها في الفن وكل فين وفين لما توافق على عمل. وده بقى يا جماعه بيرجع لتربيتها، لانها اتولدت في عيله محافظه وعارفه الاصول جدا، وربتها على الاخلاق العاليه لدرجه ان ابوها كان منعها من اللبس المكشوف، ويا نهار مش فايت لو اتاخرت بره مع اصحابها كان بيعمل لها مشكله كبيره، لانه ماشي بنظريه البنت ما تطلعش من بيتها غير للمدرسه وبس. ورغم ان عيله هاجر احمد كانت بسيطه جدا، يعني لا غنيه ولا فقيره، بس كان في بقها معلقه ذهب لانها اخر العنقود المدلع واللي كانت بتحلم بيه ابوها يحققه لها، وعلشان كده مهما تكبر بيشوفوها صغيره وبيخافوا عليها. هاجر كانت شاطره جدا في مدرستها، لان زي ما قلت لكم اتربت في بيت اهم حاجه فيه النجاح والتعليم، علشان كده ركزت جدا وكانت حريصه تطلع كل سنه من الاوائل، وفي نفس الوقت كان حلم التمثيل جواها، وكانت رايحه جايه تخيل نفسها ممثله ومشهوره والكل بيشاور عليها ويقول النجمه هاجر احمد، بس يا عيني عليها ما كانتش تقدر تتكلم مع حد من اهلها في الموضوع ده، لان عندهم عيب البنت تمثل. كبرت نجمتنا ونجحت في الثانويه العامه، ويعني ما جابتش مجموع عالي قوي، بس دخلت كليه الاداب قسم علم نفس، ومعروف اللي بيدرس في القسم ده بيتقال عليه دكتور نفسي. وفجاه جات لها الجرأه وقررت انها تقدم في معهد تمثيل من ورا اهلها، بس الحظ ما نصفهاش، وبعد ما قدمت سقطت في الاختبارات. بس على مين؟ دي كانت قروبه ومفيش حاجه تاثر فيها. قدمت تاني في الاختبارات، وبعد ما عدت سنه اولى في كليه الاداب الحمد لله نجحت فيه. واكيد بعد اللي قلت لكم عليه ده عن عيلتها مش محتاجين اقول لكم يعني عملوا معاها ايه لما عرفوا انها دخلت معهد تمثيل. ده يا جماعه اليوم اللي عرفوا فيه البيت كان زي ما يكون مصيبه وحصل فيه، وفي النهايه اقتنعوا لما وعدتهم انها مش تعمل اي دور يقلل منهم. بس خليني اقول لكم قبل ما تمثل شاركت في مسابقه اجمل وجه في العالم وخسرته عشان رفضت تلبس مايو. ايه اكتر دور بتحبوه لهاجر احمد؟